أسعد الله بالخير أوقاتكم جميعا. قضية الطفلة جنات طاهر السياغي. جنات ليست أول ضحية على فكرة، يعني جنات ليست أول ضحية ولن تكون آخر ضحية. تم اعتقال والد الطفلة جنات من قبل القاضي، ويتم تهديده بأنه إذا أردت أن تخرج من السجن وقع واقبل بالحكم. الحكم الذي جابوا له تعويض فيه 5 مليون ريال يمني. جنات ليست أول الضحايا ولن تكون آخر الضحايا. في محافظة أب، في قرية الشعور التابعة للعود، في 2020 تقريبا كان هناك طفلة راعية للأغنام من أسرة فقيرة جدا اسمها مرام الأهيل. هذه الطفلة اسمها مرام الأهيل، تبلغ من العمر 9 سنوات، نفس عمر الطفلة جنات. اعتدى عليها المشرف الحوثي أبو خالد الدماري، مشرف حوثي وقيادي حوثي كبير هناك ومتسلط على رقاب الضعفاء والفقراء. اعتدى على هذه الطفلة وسحبها ويبترع الغنم وشلها واغتصبها. بعد ما اغتصبها هشم رأسها بالحجار حتى نفضت أنفاسها الأخيرة. البنت فقيرة مش متعلمة من أسرة فقيرة، وانتم عارفين كيف الأسرة الفقيرة خاصة في أرياف اليمن. طبعا لما عرفوا أهلها بدأت قضيتها تخرج للرأي العام. أنا وقتها نشرت عنها، وأيضا تحدث عنها الأستاذ نبيل فاضل رئيس منظمة مكافحة الإتجار بالبشر. المشرف الحوثي راح أخذ الجثة حق الطفلة هذه وصار دفنها في مكان أهلها مش عارفين لحد الآن وينو قبر بنتهم، ومن ثم أخذ أبوها وأخوها وسجنهم، وجلسوا مسجونين داخل السجن حتى تنازلوا عن دم ابنتهم وعن شرفهم. ما خرجوش من السجن والد الطفلة مرام الأهيل في محافظة أب قرية الشعور إلا بعد ما تنازل تماما عن دم بنته وعن شرفها أيضا. خرجوا بعدين من السجن هو وولده، ولا أحد يتكلم ولا نسمع لكم صوت ولا نهائيا، لدرجة إننا كنا نحاول نتواصل معهم قالوا خلاص احنا تنازلنا عن دم بنتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو. الآن الحوثي حدد شرف اليمني، شرفك أنت يا قبيلي يا مواطن يا زنبيل يا يمني، شرفك أنت عند الحوثي هو يسوى 5 مليون. هذا الذي حدده الحوثي، حدد شرف اليمنيين 5 مليون ريال فقط. لا تطالبش بحقك. في القضاء هو الحوثي، المغتصب هو الحوثي، الجاني هو الحوثي. ولكن الذي أنتم اسألوا أنفسكم، إيش السبب الذي أوصل الشعب اليمني لما وصل إليه اليوم؟ السكوت والخضوع والانبطاح. الحوثي يتخذ سياسة ممنهجة ضد المرأة والطفل وخاصة في هذه القضايا. عندما سجنت النساء وبلوهن سحوبة في الشوارع ودخلوهن للمعتقلات، ولا حد تكلم ولا حد ادى كلمة والكل سكت. يعني خلص دجن الشعب اليمني وعوده. والآن قضية الطفلة جنات، على فكرة الحوثي يذل أو يتعمد أن يذل 40 مليون يمني، يهين 40 مليون يمني، يدوس على رقاب 40 مليون يمني، ويخرجوا يوم الجمعة يقولوا فوضناك في ميدان ال70 وبناتهم تغتصب، وثمن البنت ثمن الكرامة والشرف أصبح 5 مليون ريال فقط لا غير. يعودوا. هو الحوثي مش عاجز انه يقاصص فيه من اجل رغبة الشعب اليمني، من اجل الضغط الاعلامي الحاصل. كان قضية دي مش قضية سهلة، ويعني مثلت ضغط اعلامي قوي على الحوثي، ولكنه مصر انه يمشي كلامه، يدجن الشعب، يأدلج الشعب، يعود الشعب اليمني من اجل سياساتها القادمة. عبد الملك الحوثي وحكومة الحوثي معروفين شيعة جارودية تابعة لإيران، منهجهم معروف، منهجهم المتعة، منهجهم الانحلال الأخلاقي، منهجهم يقول لك مفاخذة الرضيعة حلال ويجوز شرعا. الخوض في أعراض الرسول صلى الله عليه وسلم وأعراض الصحابة. هذا هو المنهج الحوثي الذي يريد أن يعود الشعب اليمني عليه، يريد أن يطبقه على الشعب اليمني، مثل أن يطبقه تدريجيا. المنهج الحوثي بدأ يطبقه تدريجيا.
لدرجة انك تسمع الان الزنابيل يقول لك ايوه احنا شيعة، ايوه يعني يفتخر انه شيعي ومش عارف ايش المذهب الشيعي. تدريجيا تدريجيا حتى تصبح اليمن كربلاء اخرى، حتى يكون يصيرين اليمن يتهجن في كربلاء، حتى يكون اليمن يلطمون ويضربون ويفتحوا المخيمات داخل صنعاء وفي باب اليمن وفي كل مكان. يعني الحوثي يسهل القضايا التي قضايا شرف وغيرها علشان يعود الشعب اليمني عليها، علشان تكون سهلة. اعتقل المرأة الذي ما حد كان يقرب اصبعها وبقيت سهلة، اصبحت السجون ملان النسوان الان، واخرهن سحر الخولاني يعني لحد الان في السجن، فاطمة العرولي، الكثير من النساء التي تم اعتقالهن ولا حد رفع على صوت. تم قتل المرأة اليمنية مرام الأهيل الطفلة طبعا، ختام العشاري، أصيل الدودحي، يعني كثير من اليمنيات، أمل القليصي. فهذا هو مشروع الحوثي وهذا هو منهج الحوثي. وأنا أعتبر قضية الطفلة جنات هي قضية ممنهجة، وهي قضية متعمدة والحكم فيها متعمد. الحوثي سن كرامة اليمني ب5 مليون ريال فقط، شرف اليمني 5 مليون ريال فقط، شرف اليمنية ب5 مليون فقط. هذا لأن عادي طفلة، عاد الذي قد يبالغ كبيرة ما هي مدري كم، يمكن يعني 500,000 أو أقل أو يزيد أو سماح إذا كان مشرف حوثي، وإذا كان عدله من آل البيت ما هو مجانا. هذا هو حجمك يا يمني، هذا هو وزنك يا يمني، هذا هو شرفك عند الحوثي يا يمني. الحوثي سيد وأنت قبيلي وأنت زنبيل، وأنت لا تصل إلى الدرجات العليا الذي يعني يشعر أنه فيها أو وضع نفسه في هذا المقام. أنت زنبيل قبيلي ما بش لك أي قيمة، حتى شرفك ثمنه 5 مليون. حين قلت لي ضغط إعلامي ولا ما فيش 5 مليون، ما فيش حتى 5 مليون. قد أكرمك الحوثي عندما الآن يعني قيمها ب5 مليون شرف اليمني. أنت عند الحوثي ولا شيء، أنت خلقت علشان تموت في الجبهات من أجله هو فقط. سمى نفسه سيد وأنت قبيلي وأنت زنبيل، سموا نسوانهم شرايف، وإحنا يا اليمنيات أيش إحنا؟ إيش عكس الشريفة؟ هذا هو منهج الحوثي، هذا هو منهج الحوثي. أعزي الشعب اليمني.